المفروض على الصحراويين من قبل أجهزة القمع بالبوليساريو. بالنسبة لي أنا اخترت العودة لأني وطني ومنشاية هون وردي هون ذيك أرض تندوف أرض الجزائر ما عندي بها لا رابطة لا جد ولا أصل، اخترت العودة. النقطة الثانية لأني خفت على تركتي وخفت على حياتي. مؤخرا في هذه السنة تعرضنا لعدة مضايقات اللي خايف على روحي وخايف على تركتي، اخترت نجيب تركتي ونجي لبلد آمن وبلد نقدر نعيش فيه حر كريم. العائدون إلى أرض الوطن فضحوا الانتهاكات البشعة والممارسات المشينة التي يتعرض لها الصحراويون بمخيمات تندوف من طرف ميليشيات جندت لإخضاع عزل لا حول لهم ولا قوة. اخترنا العودة لأننا عشنا سنوات صبرنا فيها وتحملنا الكثير من المآسي، واخترنا في الأخير عن بقية أعمارنا ما يعيشوا هؤلاء الأطفال نفس المشاكل اللي علينا احنا منها. طبعا عانوا من القمع دائما وعانوا منه، ولكن هذه الأيام بشدة.